السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو ده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو مش مفعله زر الجرس فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الفيديو ده يا جماعة بقى هنحس بيه برمضان وروايح رمضان الجميلة. طبعا انا طريقة الفراخ دي نزلتها في فيديو لوحده، شوفوه في القناة. دوت فيديو كامل ازاي تتخلصي من زفارة الفراخ والمحلول اللي انت تحطيه فيه وكل حاجة خاصة بالفراخ. هنا دلوقتي بقى حطينا المية وهنسلقها ونسيبها تتسلق، وهوريكم شكل الشوربة دلوقتي عامل ازاي، وندخل في الفيديو على طول. ده شكل الشوربة اهو لما اتسلقت. طيب يا جماعة، بما ان اليوم ده اصلا انا كنت صايمة انا ومامتي عشان كان يوم خميس، فكان يوم بجد عظمة، وحسينا فعلا بروايح رمضان الجميلة، وكان يوم بجد تحفة. هنا بقى يا جماعة ماما جابت حتة دهنة كده محترمة معتبرة. يا جماعة طريقة الدهنة دي كويسة جدا ان انتي تحطيها في الفريزر وتبشريها. ماما قررت النهاردة تعمل لنا رز وبسلة ولسان عصفور وشوية سلطة كده مع الفراخ و آه، صيام مقبول ان شاء الله. بصوا يا جماعة، هنا دلوقتي احنا حطينا الدهن يسيح كده، وهنحط بقى معاه شوية زيت برضو. دوت هنعمل بيه الصلصة. تمام، احنا الدهن بيبقى للصلصة بس. طبعا الرز واللسان العصفور والحاجات دي ما ينفعش معاها دهن خالص. هنحط بقى، ننزل دلوقتي بالبصلة ونفضل نحمر فيها كده شوية لحد اما تبقى حمرا كده. وهنا ماما بتضرب الطماطم، وطبعا الطماطم هنا، طبعا يا جماعه الطماطم هتلاقوها حمرا جدا لان ماما حاطه مع الطماطم وهي بتضربها بنجر. البنجر يا جماعه كويس جدا ومفيد قوي، وبجد حقيقي بيخلي الطماطم تحفه وحمرا جدا. والبنجر يا جماعه تضيفوه في اي حاجه، عندك عصاير، عندك السلطه، البنجر ضيفيه في اي حاجه، بجد كويس جدا للكالسيوم والفيتامينات وكل حاجه، يعني بجد تحفه. هنا بقى ماما بتصفي الطماطم علشان نسيب بقى الصلصه تتسبك ونروح في مكان تاني. يا جماعة بجد اليوم كان تحفة، والصيام جميل قوي، احسن يومين بجد تصومي فيهم لو انتي حابة تصومي اتنين وخميس. دي احلى فترة ان انتي تصومي فيها، بجد النهار قصير جدا. وحقيقي اليوم بيعدي بسرعة، صوما مقبولا وافطارا شهيا. ويا جماعة ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وربنا ينصر اخواتنا في غزة يا رب، وينصرهم ويجي عليهم رمضان كده في امن وامان يا رب واستقرار، وينصرهم يا رب على اللي هم، يعني على اللي هم فيه. بجد الواحد حزين جدا عليهم، ربنا يسترها عليهم يا رب. هنا بقى يا جماعة احنا خلصنا الصلصة. ماما صفيتها كويس جدا، وبقى ضافت 7 بهارات وشوية فلفل اسود وملح ومرق الدجاج. طبعا انا عارفة ان الفاين فودز دي اصلا مقاطعة، بس والله انا مش لاقي حاجة تاني بديل ليها. لو انتوا عارفين بديل ليها يا ريت تكتبولي في الكومنتات، لان هي انا بضيفها في كل انواع الاكل بصراحة. لو انتوا في اي اصلا نوع تاني مش مقاطعة اكتبوهولي في الكومنتات، وانا باذن الله هغير ليه على طول. هنا بقى هنسيب الصلصة تتصلص. حطينا طبعا كل التوابل اللي تنفع للصلصة، وهنسيبها بقى تتصلص لوحديها كده، ونروح نشوف حاجة تانية هنعملها انا وماما. شايفين يا جماعه الطماطم حمرا ازاي؟ بجد البنجر بيخليها تحفه، يعني لو حتى هي انت جايباها من السوق مجهره كده شويه هتلاقيها بجد تحفه بالبنجر هتلاقيها حمرا جدا. والبنجر بجد يا جماعه مفيد لاي حاجه، يا ريت تحطوه في اي حاجه وتضيفوه لاي حاجه. هنا هنسيب بقى الصلصه تتصلص، وهنيجي بقى ان شاء الله نعمل الرز. هنحط بقى شويه زيت، طبعا مش هينفع نحط للرز دهن، يعني حته سمنه وشويه زيت، انما ما ينفعش دهن خالص معاه. هنا الصلصه بقى كنت بوريها لكم وهي بتتصلص، وهنا بقى هننزل بالشعريه كده ونحمرها. ونسيبها بقى تتحمر شويه حلوين. هنا بقى يا بنات هنفضل نقلب في الشعريه لحد ما تتحمر، وكده اتحمرت اهي، شايفين شكلها عامل ازاي. وهننزل بقى، طبعا احنا غاسلين الرز وسايبينه وصفيناه. هننزل بقى بالرز وتقلبي كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. هننزل بقى بالرز، وهنسيب بقى، هنحط بقى شوية ملح صغيرين، وهنحط عشان احنا كده كده هنسقي اصلا الرز بالشوربة، يعني بشوربة الفراخ. فهنحط بقى مرقة دجاج واحدة، وهنحط شوية ملح صغيرين، وهننزل بقى نسقي الرز زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده بشوربة الفراخ. فعشان كده ما زودناش ملح قوي يعني. هنسقي بقى الرز وهنسيبه بقى يستوي لحد ما يتشرب، وهنرجع نوطي عليه وهوريكم بعد ما يستوي.
هنا بقى يا جماعه كنت بوريكم البسله والجزر ماما بشراه. احسن حاجه ليه ان انت تبشريه، ما تقطعوش يعني بالسكينه وكده، وهو مبشور بيبقى احسن. هنا بقى الصلصه كانت خلاص اتسبكت، وماما دلوقتي بقى بتزود ميه عشان هتخلي شوربه لسان العصفور وكده. وهتحط بقى شويه الميه دول، وهنحط بقى هنشوف يعني الملح بتاعها والمرقه وكده. وهننزل دلوقتي بقى بالبسله. بصوا يا جماعه، شايفين الحلاوه بتاعه الطماطم؟ شايفين الطماطم حمرا جامد ازاي؟ يعني حمرا قوي بجد. شايفين بقى كده؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. للبسله ماما بتحبهاش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، يعني القوام الوسط. كده بقى احنا نزلنا بالبسله، وهنغطيها دلوقتي برضو ونسيبها مع نفسها شويه، يعني 10 دقايق مثلا، ربع ساعه، لحد ما البسله تستوي يعني. ممكن طبعا تضيفي بقى مع البسلة شوية بطاطس، تقطعيها مكعبات زي ما تحبي يعني، بس احنا ما حطيناش يعني بطاطس معاها وكده. هنا بقى ماما حطت الملح والتوابل بتاعتها وكده، وهنسيبها بقى لحد ما تستوي براحتها. هنا بقى خلاص كان الرز بتاعنا استوى، طبعا هو اتشرب ووطينا عليه وسيبناه يستوي براحته. هنا كان خلاص يعتبر الرز استوى. طبعا والله مفلفل جدا يا جماعه، وتحفه تحفه تحفه. تسلم ايدك يا ست الكل. وبجد والله عليها شويه اكل يعني، بجد تسلم ايدك يعني، ربنا يخليكي لينا يا رب ويبارك لنا فيكي. اللهم امين. كده خلصنا الرز، ودلوقتي بقى هنشوف هنيجي بقى نعمل لسان العصفور مع بعض. هنحط شوية زيت ونحط شوية لسان عصفور بقى، ونفضل نقلب فيهم بقى شوية حلوين لحد ما يتحمروا برضو، وهنيجي نسقيهم مع بعض. هنا بقى اهو يا جماعه، فضلنا نقلب في لسان العصفور شويه حلوين لحد ما اتحمر وكده. شكله بعد ما اتحمر اهو. هننزل بقى عليه بالشوربه اللي احنا شايلينها لسان العصفور. احنا طبعا قلت لكم ان احنا شايلين شوربه لسان العصفور. طبعا لسان العصفور انت بتسقيه شويه زياده عن اللزوم يعني، عشان لسان العصفور بيشرب الشوربه يعني، عشان ما يعجنش منك. هنا بقى ماما كانت الله يبارك لها عملت لنا السلطه وحط عليه شويه بنجر تحفه. وهنا بقى كان الشكل النهائي للاكل. تسلم ايدك يا ست الكل. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. باي.